عارفين الرجحي صاحب بنوك الرجحي في السعودية، مؤسسة الرجحي طبعا معروفة، ربنا يخلف عليكم جميعا. من أغرب ما قال عن نفسه قال: كنت فقيرا جدا لدرجة أنني وأنا في التعليم عقدت المدرسة رحلة قيمة الاشتراك فيها ريال واحد، فعجزت أن أدفع هذا الريال، وذهبت إلى والدي وأنا أبكي أطلب منهم أن أذهب هذه الرحلة، فقالوا: والله لا نملك ريالا ندفع لك اشتراك قيمة الرحلة. قال: فظللت حزينا كئيبا أبكي، كل طلاب الفصل حين الرحلة هو مش رايح. قال: قبل الرحلة بيوم واحد سألني المعلم سؤالا فأجبت عليه، فأمر الطلاب أن يصفقوا لي ثم أعطاني مكافأة ريالا. طلع ريال وأعطاه لي. قال: هذا الريال بالنسبة لي كأنني ملكت الدنيا وما فيها، لأنه جاء في وقت شدة وكر. قال: على الفور أخذت الريال وذهبت إلى مختص الرحلات ودفعت الاشتراك وقلت: أنا سأخرج معكم الرحلة. قال: وخرجت الرحلة ومرت الأيام وفتح الله على الرجحي وشركائه وصارت هذه المؤسسة العريقة. قال: وحبب الله إلي فعل الخيرات. قال: وجلست أحاسب نفسي فتذكرت ذلك الريال، هل أعطاني إياه المدرس على سبيل الصدقة أم الهدية أم المكافأة؟ هو شغل دماغه، هو ده له دين عندي، هي دي صدقة، هي مكافأة، هي هدية، هو ربنا سخره في اليوم ده ليدفعه؟ قال: انشغلت في التفكير، ولكن قلت على أي حال لابد أن أبحث عن هذا المدرس وألقاه. قال: ذهبت إلى المدرسة وتتبعت أحوال المدرس، وكان مدرس فلسطيني، فوجدت أن أحواله قد ساءت للغاية وهو يستعد للرحيل. قال: دخلت عليه وهو يرتب متاعه. سبحان الملك، إن الذي سخر هذا المدرس لهذا الطالب وهو صغير في يوم حزنه رد إليه المكافأة في يوم حزنه. قال: دخلت عليه وهو يعبي متاعه، قلت له: السلام عليكم. قال: وعليكم السلام. ألا تعرفه؟ قال: لا أعرف أحد. حزين، قال بشدة: لا أعرف أحد. قلت: أنا طالب. قال: أهلا وسهلا. قال: فقلت له: إن لك دين كبير في رقبتي. قال بشدة: لا دين لي عند أحد. قال: فهدأته: أستاذ مالك؟ قال: أنا أجمع متاعي لأرحل.